السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال خواتاتي. رمضان هو كنت تشوفوا على الابواب، يعني كملنا باذن الله. ربي يقبل منا ان شاء الله الصيام والقيام وصالح الاعمال يا رب. اليوم جيتكم باول حلوة تاع العيد اللي هي قاطو ما يطيبش، يعني على شكل طمينه. درتو بهذا الشكل، شوفوا كما راه موضح امامكم، جا طري ما شاء الله بطريقه عصريه. نتمنى تنال اعجابكم حباباتي. دوك تتبعوا معايا الفيديو للاخير وتشوفوا المراحل. هي يعني طريقه جد سهله وبسيطه. واش هنقول لكم، هذه الحلوه واش درت فيها يعني مكونات كما راكم تعرفوا كامل طمينه تاعنا. تلوحوا فيها اي شيء يعني كاين متوفر عندكم، لو حتى ولو كان بسيط. انا درت في هذا الكاطو، هذا درت عندي كاطو رحيته بيمو ولا ديروا هذاك اللي نديروا به التحليات. النوعيه يعني المهم تكون مليحه تاع لي كاطو هادو اللي يخدموا بهم. رحيتها ودرت معها شويه مكسرات، الحق درت انايا كاوكاو ودرت شويه تاع جوز، رحيتهم وحطيتهم في العجين. ومن بعد بليت العجينه تاعي، درت ضفت لها كميه تاع الزبده وكميه تاع المعجون وكميه تاع العسل، وضفت لها كذلك كميه تاع شوكولا ماكسو، وخلطت المكونات كلها مع بعض. كذلك حلبت الترك وبليتها حتى اصبحت عجينه يعني متماسكه، ودرتها على شكل سيجار كما راكم تشوفوا. وهذو اللي هنا شوفوا البنات راهم دوائر شوكولا. عندي هنا ورد الشوش، عندي شويه تاع بندق، وعندي كميه الجوز. هذو باه نديكوري بهم الكاطو تاعي من الفوق. درتهم على شكل سيجار كما راكم تشوفوها قدامكم، سيجار. ومن بعد غلفته، درت الكميه، درت المقياس تاع كل حبه يعني باه يجيكم الحبات متساويين. درت 44 غرام في كل حبه. من بعد درتهم حرابش وغلفتهم بالشوكولا ودرت خطوط رقيقه. من بعد درت هذا الديكور، لصقت الوريده تاعي وهذيك النص تاع البندق والطرف تاع الجوز لصقتهم بالشوكولا وحطيتهم جانبا كما راكم تشوفوها. موضح كل شيء امامكم، طريقه يعني جد سهله وبسيطه. بعد ما ديكوريتهم هكذا كامل، من بعد لصقتهم فوق الحبه تاعي تاع الكاطو، ويصبح الكاطو تاعنا جاهز بطريقه عصريه. نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم. كملوا معايا الفيديو للاخير تشوفوا الحلوه تاعنا كيفاه خرجت. نقول لكم حباباتي ما عليكم غير تدعموني بجيم وكومنتير باهي كيما نتوما، ونرحب كذلك بالاعضاء الجدد. ونقول لكم استناوني باذن الله في حلوه اخرى. واش نقول لكم حباباتي، كملوا الفيديو للاخير، الطريقه موضحه. ونقول لكم مع السلامه.